مداخلة الأستاذ الدكتور الإنسان بين سلامة الفطرة واجتيال الشياطين. يتفضل أستاذي الكريم بإلقاء هذه المحاضرة الكريمة، والحدود الوقت نصف ساعة، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النعمة المهداة والرحمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السيد مدير الشؤون الدينية لولاية ديرما، السيد مدير الشؤون الدينية لولاية عنابة، إخواني الكرام الأئمة الأساتذة، أخواتي المرشدات والمعلمات، الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذا الموضوع الإنسان بين سلامة الفطرة واجتيال الشياطين حقيقة موضوع استهلكه كثير من الباحثين ومن الفقهاء، وأبرز هؤلاء ابن قيم الجوزية إغاثة اللهفان وغيره، وابن الجوزي تلبيس إبليس لعنه الله. وأنا حينما أسند إلي هذا الموضوع قلت ماذا سأقدم في هذا الموضوع، وتناولته من خلال هذه المنهجية التالية. أولا، هذه المصطلحات في هذا العنوان: الإنسان، سلامة الفطرة، اجتيال الشياطين. ثم تناولته في ميدان العقيدة، ثم حاولت أن أفكر وحاولت أن أبحث في العلاقات الدولية كيف يؤثر فيها الشيطان، وهو موضوع أعتقد جديد. وحاولت كذلك أن أبحث في دور الشيطان أو اجتياله للمجتمعات وكذلك للأسرة، ودون شك أنتم تعلمون ميدان العقيدة حدث ولا حرج. أولا وقبل كل شيء، الفطرة كما هو معلوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين: يولد المولود، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك. أما الفطرة فالله عز وجل سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء. معنى حنفاء كلمة حنيف أي مائل عن سائر الأديان مقبلا على الله تعالى. حنيف مائل عن سائر الأديان مقبلا على الله تعالى. فالله عز وجل خلق إذن عباده حنفاء مفطورين، أي خلقهم صنعهم على قبول الحق وإيثاره. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. ما معنى اجتالتهم؟ جال واجتيال، هذه الكلمة استوقفت الكثير، وهناك من لا يعلمها. فاجتيال الشياطين يعني أي استخفتهم الشياطين، جالت معهم في الضلالة، أي أن الشياطين ابتعدت بهم عن المقصد وعن الدين. وجاء قوله عز وجل كذلك من سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما معنى قوله عز وجل؟ أي وجهوا أنصبوا وجوهكم
والخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم وموجه لنا نحن جميعا المؤمنون، أي وجهوا وأنصبوا وجوهكم للدين الحق، دين الإسلام القائم على أي شيء؟ على مبدأ التوحيد ومبدأ العمل الصالح. فطرة الله أي صنعة الله التي صنع عليها هذا الإنسان، وهي قابليته للإيمان بالله تعالى. ثم جاء قوله عز وجل: لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا تلك الخلقة، تلك الصنعة، تلك الفطرة، ولا تغيروها، بل أبرزوها وحاولوا أن تنموها. بماذا؟ بالتربية التي تنشئ خاصة الطفل على الإيمان والتوحيد، لأنه إذا نشأ على الإيمان والتوحيد ينشأ الرجل الصالح الذي يريده المجتمع. ثم جاء قوله عز وجل: ذلك الدين القيم. ما معنى ذلك؟ أي أن تلتزم هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها هذا الإنسان. من ماذا؟ من الإيمان وتوحيده. ثم هذا الشيطان، هذا المصطلح بمعنى المتمرد العاتي، وهو مشتق من كلمة شطن، وشطن بمعنى بعد، أي بعيد على كل خير. وجاء في تفسير القرطبي: سمي الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وتمرده، وذلك لأن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. والشيطان في الحقيقة ليس مختصا فقط بالشيطان، ولكن هناك شيطان بالجن، ولكن هناك شيطان الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما إبليس كنيته في الحقيقة هو أبو مرة، وهو الشيطان الرجيم، ولم يكن من الملائكة، ولذلك قال الله عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فسأله ربه العزة قائلا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فجاء هذا السؤال في شكل استفهام توبيخي تقريعي للشيطان. قال، أجاب إبليس لعنه الله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن عباس والحسن رضي الله عنهما: أول من قاس إبليس فأخطأ القياس، يعني أول من استعمل القياس، فمن قاس الدين برأيه قرنه الله تعالى مع إبليس. قال العلماء: من جوهر الطين الرزانة، ثم ماذا؟ السكون، الوقار، الأناة، ولهذا تاب آدم. ومن جوهر النار الخفة والحدة والطيش والارتفاع، ولذا لم يتب إبليس. والحاصل أن هناك فرق بين معصية إبليس الذي استكبر وأبى ألا يسجد ولم يتب، ومعصية آدم الذي تاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا أيها الناس، إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. إن كل مال نحلته، أي أعطيته وخصصته به عبدي، فهو له حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم أي استخفتهم، وجالت معهم في الضلالة عن دينهم، اجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وأن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. إبليس له جهاز أكبر من إمبراطورية في العالم، جهاز سياسي، جهاز اقتصادي، جهاز اجتماعي، في كل الميادين. ومخططه الأكبر الوصول بالإنسان إلى الكفر كما كفره. ما هو وجه الاستدلال عن ذلك؟ وجه الاستدلال عن ذلك قوله تعالى:
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ثم نجد تطور الإنسانية وللأسف من شرك إلى شرك. العالم مخمور من الانتقال من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الأصنام. جاء قوله عز وجل من أواخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الشرك ترتب عنه الظلم. أكبر دواوين الظلم 3 دواوين: الشرك بالله عز وجل أولا، وظلم الطغيان، وظلم الإنسان للإنسان، وظلم الإنسان لنفسه. ظلم الإنسان لنفسه. وإذا نظرنا في منهجية أخرى إلى العلاقات الإنسانية، وقبل هذا الله عز وجل يذكر في سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي انسلخ من فطرته، انسلخ من هذا العلم، أتته هذه الآيات البينات. وفيه تفسير على أي حال. ففي العلاقات الدولية الله عز وجل سبحانه وتعالى أقر مبدأ من مبادئ القانون الدولي بالمصطلح المعاصر بين قوسين الإسلامي. ما هو هذا المبدأ؟ هو مبدأ التعاون. ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنجد أن العالم الآن الشيطان اجتال الإنسانية، والعلاقات الدولية مؤسسة ومبنية ليست على التعاون وعلى المصالح وتبادل المصالح، ولكن مبنية على الغالب والمغلوب والاقتتال والفتن. وأكثر ما هو حاصل في بلاد المسلمين للأسف الشديد اجتالتهم الشياطين. فتن كبيرة ما ترون الآن في سوريا وفي غيرها. وهذه الأمة حتى أن الاستعمار كما يسميه البشير إبراهيم رحمه الله، العلامة البشير إبراهيم رحمه الله، سمى الاستعمار رجس من عمل الشيطان. وحينما أبحث في التاريخ أجد أن سقوط العالم الإسلامي جناحه الأكبر الأندلس نتيجة اجتيال الشياطين. كيف ذلك؟ حينما مال الأمراء وحينما تنازعوا وتطاحنوا وتناحروا وتآكلوا، عندئذ سقطت الأندلس. ولما سقطت الأندلس قال الإسبان، قال الصليبيون لا بد من تتبع المسلمين إلى حتى عقر دارهم. وفعلا احتلت الجزائر في وهران والمرسى الكبير. ولعلمكم أن احتلال الإسبان لوهران وللمرسى الكبير وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة سقوط الأندلس. نتيجة ماذا؟ غيبة أولي النهى. نتيجة ماذا؟ كما يسميها مالك بن نبي القابلية للاستعمار، حينما مال الأمراء والحكام وحينما الشعب والأمة في الحقيقة كانت كذلك، لم تكن كذلك في المستوى. فكان بهذا المصطلح الذي يطلقه مالك بن نبي رحمه الله القابلية للاستعمار، وهذا المصطلح الجديد الذي أتى به وأضافه للقاموس الفرنسي لا كولونيزابيليتي. فتسقط الأندلس وبعد ذلك تحتل وهران والمرسى الكبير وثغور أخرى إسلامية كثيرة، ويستمر الاحتلال الإسباني. هذا نتيجة اجتيال الشياطين لأولي النهى
الأمة في تلك الفترة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأن الاحتلال الذي هو رجس من عمل الشيطان كما يسميه محمد الغزالي رحمه الله جريمة انتحار قبل أن يكون جريمة قتل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فاستمر هذا الاحتلال ما يزيد عن قرنين. تصوروا مرسى كبيرها وفتح من الله عز وجل في الربع الأخير من القرن الثامن عشر يتم استردادهما واستكمال السيادة الوطنية، ولكن تنتكس أحوال الأمة وبسرعة وتسقط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي. ويستمر هذا الاحتلال بالنسبة للعالم الإسلامي، والحمد لله الأمة الإسلامية والجزائر بشكل خاص. أريد أن أؤكد على مسألة في غاية الأهمية. هذه المسألة أننا أمام تحديات عالمية ومن ورائها اجتياز الشياطين. فإذا لم ندرك العالم الآن ولم تكن لنا بصيرة وبعد نظر نسأل الله عز وجل العافية. فلذلك مسؤولية كل أمة أن تقول كلمة تجمع ولا تفرق، وأن تقول كلمة تبني ولا تهدم، وأن لا تقع فريسة، لأن اجتياز الشياطين معناه أن هذه الشياطين تفترس هذا الإنسان كما تفترس الذئاب الغنم المنفردة. ثم تعالوا معي إلى جانب آخر، والحديث في هذا الموضوع طويل. المجتمع الآن العلاقات الاجتماعية علاقات متوترة، علاقات فيها تطحن، فيها تناحر، علاقات لم ترقى إلى المستوى المطلوب. مسؤوليتي أنا ومسؤوليتكم أنتم أن نحمل الناس على مراشدهم وأن نبصرهم بالحق، وأن نجعلهم أو نحملهم على أن يدركوا حقيقة ما يجري حولنا. أيها الأحباء، في ميدان المجتمع رب العزة سبحانه وتعالى العلاقات الاجتماعية علاقات غير جميلة تماما كما تلاحظون. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا وجدت، ونحن لابد أن نعطي المثل قبل أن نطلب من الآخرين، إذا وجدت كلمة طيبة تقولها تكفي هي في الحقيقة، ولكن إذا وجدت ما أطيب منها فقلها. أما إذا انتقلنا إلى الأسرة، انظروا ظاهرة الطلاق من وراء اجتياز الشياطين لأبسط الأسباب. انظروا إلى ظاهرة المخدرات. إحصائيات عندنا 1 مليون مدمن. إحصائيات في مصر 7.5 ملايين من المدمنين. يتبوأ الطليعة في تصدير المخدرات أفغانستان، ثم كولومبيا، ثم المغرب الأقصى. على أي حال أيها الأحبة، إبليس عليه اللعنة يأتي دائما من الباب الذي يرى فيه المنهج ضعيفا. فلو أن العبد المؤمن متشدد في الصلاة يحافظ عليها في العبادات ويؤديها في أوقاتها، جاءه إبليس من ناحية المال يوسوس له بألا يخرج الزكاة، جاءه كذلك من ناحية الوضوء ومن نواحي أخرى. وتحضرني آية التي توعد فيها إبليس هذا الإنسان لاجتياله لانتشاله من الهدى ومن فطرته ومن تقواه ومن ورعه. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال رب العزة على لسان إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهو يتوجه ولم يقل لأقعدن لهم على صراطك المعوج، وإنما قال لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. ثم قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
ذكر أربع جهات، والحقيقة أن للإنسان 6 جهات. ذكر اليمين، وذكر الشمال، وذكر الأمام، وذكر الخلف، ولم يذكر الفوقية ولم يذكر التحتية، لأن الجهة الفوقية تمثل الفوقية الإلهية. فإذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل متبتلا متضرعا منكسرا يناجي الله عز وجل: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ولما يسجد: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد لك وجهي الذي خلقه وصوره، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. لا يحول بينه وبين الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم الجهة السفلية لم تذكر كما لم تذكر الجهة العلوية، فالجهة السفلية تمثل هذه العبودية البشرية حينما يسجد الإنسان كما قلت لله تعالى، ولذلك ابتعد عن هاتين الجهتين. أيها الأحبة، أريد أن أختم بهذه الفقرة أو الفقرتين لابن قيم الجوزية، يفسر فيها واقع هذا الإنسان الكافر للأسف الشديد الذي يدرك قيمة وجوده بالرغم من هذه الآيات النقلية وبالرغم من هذه الآيات العقلية. قوله تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، الفرقان، قال هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، وإن المؤمن دائما مع الله على نفسه، مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه. وهذا معنى يقول ابن القيم، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه. لأن ابن القيم الجوزية له يعني مقولة يقول إن محبة الله لن تتقدم فوق جميع المحاب إلا إذا عظمت أوامر الله عز وجل ونواهيه، ولن تعظم أوامر الله ونواهيه إلا إذا استجبت لرب العالمين. فيقول: فهو مع الله على عدوه الداخل فيه والخارج عنه، يحاربهم ويعاديهم ويغضبهم له سبحانه، كما يكون خواص الملك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه. وعبارة السلف على هذا تدور. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن عطاء إلى آخره، قال: عونا للشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقال ليث عن مجاهد قال: يظاهر الشيطان على معصية الله يعينه عليه. وقال زيد بن أسلم: ظهيرا أي مواليا، والمعنى أن يوالي عدوه على معصيته والشرك به، فيكون مع عدوه معينا له على مساخط ربه. فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواه وقربانه. ولهذا قال صدر الآية بقوله: يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وهذه العبادة هي الموالاة والمحبة والرضا بمعبوديتهم المتضمنة لمعيتهم الخاصة. فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه بخلاف وليه سبحانه، فإنه مع نفسه فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه. وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمه وعقله، والله ولي التوفيق، وبارك الله في سماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. مش ما لبس عليكم يا اخوي، والله محاكمين كان واحد جزا الله عنا خير الجزاء الأستاذ مش حابين يمدوس على الإفادة وعلى الإجازة. ما يحبش يمدهم عنده حتى نفضل، والله ما يحب يمدهم. مختصر وسلسلة كذلك من تقريبا 10 دقائق من مداخلته. جزاه الله عنا خير. بارك الله فيك أستاذ. العنوان: الإنسان بين سلامة الفطرة واجتياز الشياطين. قدم أستاذ بداية ضبطا للمصطلحات،
حدد معاني المصطلحات الدينية